رمضان ما يحلاش من غير وصفة مكرونة بالبشاميل قمر زي اللي انا هوريها لكم دلوقتي. يلا بينا على طريقتها ومقاديرها. اول حاجة نحضر اللبن. هنحتاج كيلو لبن، عليه وحدتين ماجي ومعلقتين كبار قشطة وبشر جوز الطيب، معلقة صغيرة فلفل اسمر ومعلقة صغيرة ملح، واقلب كل الحاجات دي مع بعضها واسيبها تاخد غلوة على النار. بعد كده احضر بقى الجزء بتاع اللحمة. هحتاج معلقة كبيرة سمنة ومعلقتين كبار زيت، واحط عليهم حوالي 300 جرام لحمة مفرومة وابدا اقلبهم كويس. بعد كده اروح نازله عليها بالتوابل بتاعتنا. هحط معلقة صغيرة بابريكا، فلفل اسمر، ملح، ورشة جوز الطيب وبهار حلو، واروح حاطه عصير البصلايه مع فلفلايه. بعد كده اروح حاطه عليهم صلصه طماطم معلقه صغيره، دي اختياري وفي ناس بتحبها وفي ناس مش بتحبها. وبعد كده هسيبها لغايه اما ميتها تنشف خالص. نيجي بقى للمكرونه، هنسلقها عادي خالص في ميه مغليه. هحط المكرونه بتاعتي حوالي 400 جرام مكرونه. المكرونه انا بسلقها بدون ملح او زيت. بعد كده بقى نرجع تاني للبشاميل. هحتاج حوالي 5 معالق كبار زيت عباد الشمس وعليهم 3 معالق كبار سمنه، واروح ضايفه عليهم كوبايتين دقيق. نفضل بقى نقلب لغايه اما يحمر معانا. وبعد كده بقى اول ما نلاقيه احمر نروح نازلين عليه حبه حبه باللبن. ننزل اللبن ونقلب، ننزل اللبن ونقلب عشان ايه ما يكلكعش معانا. لا قدر الله كلكع معانا هنعمل ايه؟ هنعمله بالبلندر عادي جدا، ولا تضايقوا نفسكم، وعادي ما يكلكع البشاميل ايه اللي هيجرى يعني. بعد كده هروح مرجعه تاني على النار واقعد اقلب فيه لغايه ما تخنته تبقى بالمنظر ده. وبعدين بقى نيجي لمرحله الرص، وهي اخر مرحله قبل ما يدخل الفرن. في الصينيه بتاعتنا نحط حبه زيت وملح وفلفل وعليهم المكرونه، ونقلب كل الحاجات دي على بعض بالشكل ده. وبعدين ابدا احط بشاميل، يعني حوالي 5 أو 6 معالق كده، عشان ايه اقلب بس فيهم المكرونه وتفرفر معايا وتاخد من صوص البشاميل. بعد كده اروح فردهم كويس في الصينيه واروح حاطه عليهم اللحمه المفرومه. بصوا انا بحب ارصها بالطريقه دي ان هي تبقى 3 طبقات. في ناس بتروح حاطه ايه مكرونه تاني من فوق، انا مش بحب كده، انا بفضلها بالمنظر ده. وبعد كده هروح حاطه من على الوش بشاميل مضروب معاه بيضايه. ليه؟ لان من الصح ان يبقى فيه نسبه بروتين عاليه في البشاميل مادام هنولع عليه شوايه او هيدخل النار لا قدر الله، عشان لو الدقيق اتحروق ولا حاجه بيعمل مواد مش كويسه على الجسم. فمن الافضل ان يبقى فيه نسبه بروتين صريحه بالمنظر ده. وبس ندخله حوالي ساعه الا ربع الفرن على درجه حراره عاليه، ونولع المروحه. مفيش مروحه يبقى نوطي شويه الفرن، نخليها درجه حراره وسط لمده ساعه. وبس كده. شايفين بقى وشها متحمر ازاي؟ انا اشتهيتها صراحه. هي وصفه سهله وجميله، وبصراحه ما ينفعش نزهق منها، ولازم تبقى في رمضان. وكل سنه وانتم طيبين. متنسوش بقى تقولي ايه رايكم فيها لما تجربوها وتعملوا سبسكرايب.